أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام. أنا هشام صاحب قناة عدسة الشارع. هاخدكم في جولة داخل مدرسة ومسجد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. انضموا معنا في هذه الجولة عبر الزمان داخل مدرسة ومسجد السلطان محمد بن قلاوون، أحد أروع معالم القاهرة القديمة، واكتشفوا معنا أسرار هذا المكان المذهل الذي بني أكثر من 1000 عام، وتأملوا روعة فن العمارة. ومدرسة السلطان محمد بن قلاوون تعد واحدة من الآثار التاريخية البارزة في مدينة القاهرة. تم بناء هذه المدرسة في عام 1356 ميلاديا، وكان ذلك خلال فترة حكم المماليك، وتعتبر تحفة فنية تجمع بين العمارة الإسلامية والطابع الفني المملوكي. وهذه المدرسة هي إحدى المدارس التاريخية البارزة في مدينة القاهرة. زي ما قلنا سابقا أو منذ قليل، تم بناؤها في القرن الرابع عشر ميلادي خلال حكم المماليك. وهذه المدرسة تم تسميتها على اسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون، والذي كان حاكما لمصر في ذلك الوقت. وتتميز المدرسة بتصميمها الجميل، وتعتبر مثالا رائعا للفن المعماري المملوكي. وتتألف المدرسة من ساحة داخلية محاطة بأروقتها، وتتميز أيضا بأعمدة رخامية كما ومن شوية وبعد قليل إن شاء الله سوف أصور لكم العمود الرخامي الذي بني عليه، وهذا السقف من الخشب الفني الفريد. وزي ما قلنا تتميز بأعمدة رخامية ونقوش مزخرفة وزخارف هندسية دقيقة. تم استخدام العديد من المواد الفاخرة في بناء المدرسة، زي ما قلنا منذ قليل وشفنا على الفيديو الخشب اللي هو معمول به السقف، والنقش الممتاز اللي هو فوق القبة اللي هي أمامنا حاليا، اللي هي جنب المنبر. ثم تم استخدام المدرسة في الأصل كمدرسة لتعليم العلوم الإسلامية والشرعية. وها هو المنبر معمول من الخشب الفخم، والأعمدة الرخامية اللي احنا قلنا عليها اللي هي دي من شوية هيت أعمدة رخامية، دي بعض طبعا منها وليس ككل. وحضراتكم شايفين الزخارف اللي هي فوق اهيت أمام حضراتكم، زخارف هندسية ليس لها مثيل في ذلك الوقت، وما شفناش بصراحة من بعدها زخارف أخرى. والأصل في المدرسة كانت لتعليم العلوم الإسلامية والشرعية، وكانت تستضيف الطلاب والمعلمين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وكانت المدرسة أيضا مركزا للنشاط الثقافي والعلمي، حيث نظم أو تم تنظيم المحاضرات والدروس والمناقشات الهامة في مجالات متعددة. ويعد مبنى المدرسة من المعالم التاريخية
المهمة في مصر، ويستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بجمالها الفريد وتاريخها الفني. وتعد المدرسة شاهدا على العصور الماضية، وتعكس روعة العمارة المملوكية، وهي من أحد المواقع الثقافية. واحنا حاليا ما زلنا في رحاب منبر المسجد والقبلة وبعض الزخارف أو الزخرفة التي تحلي المسجد من أعلى هذه. زي ما حضراتكم شايفين اهي الزخارف والزخرفة ديت، وادي المنبر من افضل انواع الخشب اللي كان في ذلك الوقت. وعلى فكرة هو بس ما الخشب ده ما اتغيرش، هو تم ترميم الخشب فقط لا غير. والمشربيات اللي هي على جانبي المنبر دي من افضل المشربيات الموجودة، وكانت تستخدم في ذلك الوقت في جميع المساجد وفي جميع الأماكن الأثرية، مثل مسجد الحاكم بأمر الله برضو سابقا كما قلنا في فيديو قبل كده سابقا. واحنا دلوقتي كنا كل دوت لسه في ساحة اللي قدام حضراتكم ديت اللي في الأوضة المقابلة، دي غرفة دفن أنشأها الملك، وإن شاء الله هنتكلم عليها لما نيجي ندخلها. وهذا هو الفناء المسجد، وبه زي فسقية كده. والأوض اللي انتوا شايفينها حضراتكم دي كانت أوض للطلاب اللي كانوا بيجوا يدرسوا في هذه المدرسة، وللعلماء أيضا. زي ما حضراتكم شايفين الفن المعماري الذي ليس له مثيل. دي الأوض دي كانت بتسكنها الطلاب والمعلمين في ذلك الوقت اللي هم كانوا جايين بيتعلموا. وتصميم المدرسة بالدقة والرشاقة، حيث يظهر التأثير الواضح للعمارة الإسلامية في المدرسة ونقوشها الفنية المتميزة. وزي ما حضراتكم يوجد الفناء اللي احنا قدامه ده دلوقتي، فناء جميل يحيط بمسجد المدرسة وغرف الدروس، مما يضفي على المكان جوا هادئا وتاريخيا بفضل التفاصيل الدقيقة وأثرها التاريخي. وهذه المدرسة تعتبر واحدة من المعالم الثقافية التي تشهد على الفخامة والتطور في البنيان زي ما حضراتكم شايفين في عصور الإسلامية. ولو جينا إن شاء الله اتكلمنا دلوقتي في المدرسة، هنذكر إن أول من تولى التدريس في هذه المدرسة هو قاضي القضاة زين الدين علي ابن مخارف الملكي. وكان هذا القاضي كان يدرس فقه المذهب المالكي، وكان في بالإيوان الكبير الإبلي، كان مكانه هو موجود فيه. وأيضا قاضي القضاة شرف الدين عبد الغني الحرابي كان يدرس فقه مذهب الحنفية بالإيوان الشرقي. شايفين فن المعمار وفن الهندسة في المآذن والأوبب. والشيخ صدر الدين محمد بن المرحل المعروف بابن الوكيل كان يدرس أيضا في هذه المدرسة فقه مذهب الشافعية، وكان ذلك بالإيوان البحري
وكان عند كل مدرس منهم عدد من الطلبة، واتعمل للطلبة دي في هذا الوقت مرتب على أساس أن ياخدوه يساعدهم على الدراسة والمعيشة. والملك في هذا الوقت عين إماما لكي يؤم الناس في الصلوات الخمس، وهذه إيواءات الطلبة أو أماكن الطلبة التي كانوا يسكنون بها في ذلك الوقت. والناصر محمد بن قلاوون أنشأ في هذه المدرسة قبة جليلة لكي يدفن فيها والدته، ولما ابنه توفى أيضا دفنه في هذه المقبرة. ولكن الغريب والذي حدثت أن الناصر محمد بن قلاوون لما توفى لم يدفن في هذه المقبرة مع والدته وابنه، وإنما دفن في قبة والده المنصور قلاوون. مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع كل ما ينشر بالقناة. دمتم ودامت أوقاتكم بكل خير. أترككم ومشاهدة طيبة، وأرجو أن ينال محتوانا على إعجاب حضراتكم وتدعيمكم لنا.
وكما قلنا سابقا، هذه هي القبة التي أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون، وقد دفن بها والدته بنت سقايباي ابن قراجين. ولما توفى ابنه دفن بهذه المقبرة أيضا. وشايفين حضراتكم فن الخشب في ذلك الوقت. وكان ده يعتبر يسمى ضريح، يعني كان المكان اللي بيدفنوا فيه دوت كان بيسمى ضريح. ضريح دي يعني في اللي هو ادي المشهد اهو، المقبرة زي ما حضراتكم شايفين، وبيها المشربيات عشان تدخل هواء لهذا المكان. واحنا لسه ما زلنا بنتجول في الغرفة دي اللي تعتبر معمولة كمدفن